بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أمنا في ديارنا وأمنا في بلادنا وأمنا على أموالنا واجعل بلدنا مصرا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وبعد، أيها الأحبة في الله، إني أحبكم في الله. مع السيرة العطرة وتاريخ من تاريخ الأبطال العظماء، عظماء الدنيا وعظماء الآخرة، مع الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه. الإمام علي بدأنا نتعرف على مكان ولادته، بدأنا نتعرف عن اسمه، انتهينا إلى التعرف على كنيته وألقابه من الصديق لأبا الحسنين أو أبا الحسن وأبا الريحانتين إلى غيرها من الألقاب والكنية. واليوم نلتقي مع أسرة الإمام علي كرم الله وجهه، أباه وجده وإخوته وأخواته، في هذا اللقاء المبارك لنرى الأسرة التي أخرجت هذا البطل وهذا القائد العظيم وهذا الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين، الإمام علي كرم الله وجهه. أيها الأحبة في الله، في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الحلقة الطيبة أستأذنكم أن آخذكم معي وندخل معا ضيوفا على هذه الأسرة، ندخل إليها، نتعرف عليها، نتعرف على الجد وعلى الأب وعلى الأم وعلى الإخوة باختصار وفي سرعة وفي إيجاز قدر المستطاع، لنرى تأثير هذه الأسرة وتأثير هذه البيئة على شخصية وبناء شخصية الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، لنتعلم كيف نؤثر كأسر في المنتج النهائي لأولادنا في النهاية، وكيف أن لنا دخلا كبيرا في بناء هذه الشخصية، في بناء شخصية أولادنا. نحن نبني ثم بعد ذلك نفاجأ بنتيجة أخرى غير التي نرجوها، فنتابع لنتعلم. إذا أردت أن يكون من بين أولادك علي بن أبي طالب آخر، أو خالد بن الوليد، أو أسماء ذات النطاقين، أو الزبير بن العوام، أو صلاح الدين الأيوبي، أو محمد الفاتح، أو غيرهم من أبطال عظماء بناهم وبنتهم أسرهم. هذه الأسرة بدأت في مؤسسها، والمؤثر الأول فيها عبد المطلب، وعبد المطلب كان ذا هيبة وجلال ووقار عظيم، حتى أنه أثر في أبرهة التي كانت تخاف الملوك والزعماء والعظماء، أثر فيه فجلس عندما طلبه ليتحدث معه وفي شأن الكعبة، فإذا به عندما رآه نزل من على عرشه أو فراشه أو كرسي الحكم، ونزل وجلس بجوار عبد المطلب إجلالا له وتوقيرا لشأنه إلى غير ذلك. أيضا عبد المطلب كان لا يرفع يديه إلى السماء إلا واستجاب الله لدعائه. عندما رأى رؤيا حفر زمزم مرة أخرى فحفرها، وعندما حفر زمزم ونازعه العرب في ملكيتها قال نحتكم إلى العرافة فلانة،
فلما ذهبوا إليها انتهى بهم الماء والطعام أثناء الطريق وأوشكوا على الهلاك، وإذا بالماء ينفجر من تحت أقدام الناقة التي يركبها عبد المطلب وولده الحارث، وإذا بهذا الأمر دلالة على أن الله معه، فقالوا له ملكيتها ونحن نشرب منها. فعاد عبد المطلب مرة أخرى، فكانت له السلطة على العرب جميعا، على قريش جميعا، وليس بني هاشم أو بني عبد المطلب. انتقلت الزعامة إلى أبي طالب، ولكن أبا طالب لم يكن بنفس الهيبة والوقار والجلال لعبد المطلب، وإنما كان أبو طالب له جلال ووقار، لكن كان أقل مما ورثه عن أبيه عبد المطلب. لكن الملفات التي عهدت إلى أبي طالب أدارها باقتدار ونجاح، لكن الذي أثر في قيادته كان فقره الشديد أو الناحية الاقتصادية التي تمتع بها عبد المطلب، فأدار ملف المفاوضات مع أهل مكة باقتدار شديد، المفاوضات بشأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عندما فشلت المفاوضات في النهاية لأنهم وجدوا أبا طالب حجر عثرة بينهم وبين أن ينالوا محمد أو أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم أو يقتلوه، فانتهوا إلى المقاطعة الاقتصادية الشاملة. ومن هنا أدرك أبو طالب خطورة الموقف، وإذا به يجمع بني عبد المطلب وبني هاشم. معنى أن أبو طالب قائد وزعيم وعميد هذه القبيلة معناها أن كلمته تطاع، معناها أن في بني هاشم المسلم والكافر، وفي بني عبد المطلب المسلم والكافر. فإذا بأبي طالب يصدر قرارا بجمع بني عبد المطلب وبني هاشم جميعا في شعب، والشعب ده اللي هو مكان بين جبلين كان ملكيته لأبي طالب، وقعدوا فيه كلهم مع بعض. ليه؟ لأن المقاطعة كانت لا يبيعونهم ولا يشتروا منهم ولا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم ولا يسمعوا لهم ولا يكلموهم ولا يتاجروا معهم ولا يتعاملوا معهم ولا يجاوروهم. إذن هذه المقاطعة مقاطعة شديدة لا تقع فقط على المسلمين الأثر السلبي، بل أراد أبو طالب أن يتضامن الجميع، أن يتكافل الجميع، اللي معاه مية يدي اللي ما معهوش، اللي معاه أكل يدي اللي معهوش، سواء مسلم أو كافر. فالكل تضامن بفضل أبي طالب في شعب أبو طالب في هذه الأزمة الاقتصادية والمقاطعة التي استمرت أكثر من 3 سنوات. وانتهت المقاطعة بموضوع الأردة التي أكلت ما في الصحيفة من جور وظلم، ثم مات بعدها أبو طالب. كل هذا مر به علي بن أبي طالب وهو يرى هذه الأمور كلها، وقد انتقل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولديه من العمر 5 سنوات. إذن علي نشأ في بيت النبي وهو طفل لديه من العمر 5 سنين بعد أن قضى هذا ال5 سنوات الأولى في بيت أبيه. أبو طالب ترك من الذكور 4 وترك من الإناث 3، خلف 7، خلف طالب وعقيل وجعفر وعلي من الصبيان أو من الرجال والذكور، ثم أنجب فاطمة أو فاختة التي كانت تسمى أم هانئ، ثم جمانة، ثم ريبة، 3 إناث. دول الحاصل بتاعهم 7. دول أسرة أبو طالب بما فيهم علي. أما الابن الأكبر كان طالبا، اللي هو كني به أبوه، زي واحد يخلف محمد يقولوا له يا أبو محمد، واحد يخلف أحمد يقولوا له يا أبو أحمد كده، فهو أنجب طالبا فسمى أبو طالب. طالب ده كان يحب النبي حبا كبيرا، يعني كان مصاحب النبي بيحبه أوي أوي أوي، ولكنه للأسف الشديد لم يسلم. صار على منوال أبيه وصار على طريقة أبيه، يدافع عن النبي، يحب النبي، يقف مع النبي، لكن ما أسلمش. ووصل الأمر إلى غزوة بدر، فخرج مع من خرج من المشركين لأنه مش مسلم، فقاعد في مكة، فطلع مع جيش المشركين، خرج وهو كاره. فلما الموضوع بقى فيه حرب، هم طالعين إن مفيش حرب، لما بدأت حرب غزوة مكة، غزوة بدر، بدأت المعركة يعني، فانسحب طالب ومن معه من بني هاشم عشان ما يبدأوش يحاربوا قرايبهم من نفس القبيلة. فرجع طالب إلى مكة،
ثم خرج في تجارات بعد ذلك فمات فيها واختفى أثر طالب هذا. الابن الثاني بعد طالب كان عقيل. عقيل ده كان يكنى أبا زيد، كان يكنى أبا زيد. عقيل عاش زمن طويل وأسلم متأخر بعد صلح الحديبية سنة 6، وهاجر إلى المدينة المنورة، واحتسبت الهجرة بتاعته لأن لا هجرة بعد الفتح. اللي هاجر بعد فتح مكة ملوش هجرة، لكن هو هاجر قبل فتح مكة بعد صلح الحديبية سنة 6، فتح مكة كان سنة 8 من الهجرة، فهاجر إلى المدينة فاحتسب من المهاجرين. ثم خرج إلى غزوة مؤتة فأصيب فيها إصابة بالغة أثرت فيه، ولكنه لم يمت، وحضر غزوة حنين بعد ذلك. ثم عاش وأنجب من الأولاد وكان مسلما وحسن إسلامه. ده كان عندنا عقيل ابن أبي طالب. وعقيل عاش من العمر حتى بلغ 96 سنة، وقيل مات في زمن سيدنا معاوية، وقيل مات في زمن يزيد بن معاوية، والزمن يعني قريب أو ممكن يكون في آخر زمن معاوية وبداية زمن يزيد ابنه. كان عنده من العمر 96 سنة. خرج من أولاده مع الحسين في معركة كربلاء 9 من أولاد عقيل. دول 9 من ولاد عقيل اللي خرجوا مع سيدنا الحسين، ماتوا كلهم، قتلوا جميعا في معركة كربلاء ال9، وكان أعظمهم عبد الله، وده كان بطلا شجاعا، أو مسلم ابن عقيل. مسلم هذا كان أشجع ال9، ولكنه قتل أيضا مع الحسين في كربلاء. ثم جعفر ابن أبي طالب. وجعفر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تشبهني يا جعفر خلقا وخلقا. تخيل النبي بيقول لواحد: أنت شبهي في الخلق والخلق. وجعفر هاجر إلى الحبشة، وولد له ابنه عبد الله بن جعفر، وده كان أول مولود يولد في الحبشة، وأسلم على يديه النجاشي. وبعد في سنة 7 من الهجرة وصل إلى المدينة المنورة، فوجد النبي ذهب إلى خيبر، فلما ذهب وراء النبي ليحضر غزوة خيبر وجد خيبر قد فتحت وانتهت المعركة، فحزن، لكن النبي ضرب له بسهم من أسهم المعركة كأنه حضر غزوة خيبر، وقال لجعفر: والله لا أدري بأيهما أصر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. فكان قدوم جعفر يساوي فتح خيبر.